ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهارده بقى هنعمل اكله خرافه. هنعمل اكله سمك، اللهم بارك، تحفه. ان شاء الله هتعجبكم وتجربوها على طريقتي. هنا انا عامله سمك مكاريل سنجاري، وعامله جنبه سلطه طحينه، ورز صياديه، وسمك مكرونه، وجمبري صغير، وشوربه السي فود بقى اللهم بارك، وصينيه الجمبري ما شاء الله. بصوا بقى، انا بحب ارتب كل حاجه كده زي ما انتوا شايفين. انا هنا غاسله الكابوريا كده وغسلاها وفتحاها. على فكره ممكن الكفر بتاعها يتشال، بس مش مهم، احنا مش بناكله. بس اهم حاجه عندي تكون الكابوريا نضيفه من جوه. وهنا برضو ده الجمبري انا بنضفه، انا بس بقص البق بتاعه والعينين والكلام ده بالمقص، وبعدين بسيبه بقى كله وبشيل منه الكيس الرملي وهو برضو بالقشر بتاعه. تتبيلة السمك: توم مهروس، فلفل احمر مهروس برضو، ملح، شطة، فلفل اسود، كمون، كزبرة ناشفة. وهي دي التوابل بتاعة السمك بتاعتي. وبنزل عليهم كده بعصير الليمون، حوالي 4 ليمونات معصورين. وكده تتبيلة السمك جاهزة معايا، بسم الله ما شاء الله. وهاخد كده بقى معلقتين من التتبيلة، وهتبل بيهم السمكتين المكاريل عشان اعملهم سنجاري. وبعد كده هتبل السمك المكرونة بنفس التتبيلة برضو. بصوا بقى هنا كده، الخطوة دي لازم بتدي طعم حلو قوي للسمك السنجاري. وهنا بقى هتبل المكرونة برضو بنفس الطريقة. هتبل بقى كل السمك المكرونة كده، وبعد كده برضو هرصه في الصينية. انا بحب النظام قوي على فكرة. بصوا بقى شكله حلو ازاي ما شاء الله. وبعد كده هيكون معايا طاسة على النار، هحط فيها كده حبة زيت حلوين. كنت مقطعة بصل حلقات، هاخد جزء منه علشان اعمل التتبيلة بتاعت السمك المكاريل بتاعت السنجاري. هاخد كده جزء على الزيت، اول ما يسخن هنزل بالبصلة بتاعتي، هشوح البصلة كده اخليها تدبل. وبعد ما تدبل البصلة بتاعتي على طول هنزل بمعلقة من الثوم المهروس. اول ما هشم ريحة الثوم هنزل بقى بكام طماطمايه كده، 3 4 طماطمات انا مقطعاهم مكعبات صغيره. وهنزل عليها بالتوابل: ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه. محدش يقول لي احنا ما بنحطش فلفل اسود على السمك، لا احنا بنحط فلفل اسود على السمك. وهنقلب بقى كده ونسيبها تتسبك مع نفسها. اول ما تتسبك كده معايا شويه، هيكون معايا كده فلفل رومي على حراق، يعني حوالي كده قرن فلفل رومي وقرن فلفل حراق. وهقلب بقى كده واسيبها برضو تتسبك شوية. وهنزل عليهم بقى كده بجزراية مبشورة، وهقلب شوية برضو فيها. وبعدين هنزل بمعلقة من الخلطة بتاعت التتبيلة بتاعت السمك السنجاري، اللي هي الثوم والفلفل وكده، وحبة كده من البقدونس. وهنقلب بقى شوية كده ونسيبها حوالي 5 دقايق لحد بس ما تتسبك كده وكلها تاخد من بعضها. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، شكلها تحفة ومش قادرة اوصف لكم الريحة. وبعدين هنزل بليمونتين كده معصورين، بس هطفي النار بقى عشان الليمون ما يمررش وهو على النار. وهنزل بقى بالخلطة الجبارة دي على السمك، وهفردها كويس عشان ادخله الفرن. هو ما بياخدش وقت في الفرن خالص. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى شكله تحفة، حاجة كده روعة. طبعا انا مش عايزة اوسخ حاجات كتير، فقلت نفس الطاسة برضو هستخدمها. انا هنا كده هعمل الجمبري، هحط كده معلقة من الزبدة عليها معلقة من الزيت، وهقلب كويس. واول ما تسخن معايا والزبدة تسيح، هنزل كده بباقي البصل اللي انا مقطعاه حلقات. اول ما يدبل معايا برضو هنزل بفلفل حراق وفلفل رومي. الفلفل الحامي يا جماعة اختياري مش اجباري، يعني لو عايزة تحطي فلفل رومي بس براحتك. وبعدين هنزل كده بمعلقة من برضو التتبيلة اللي احنا عملناها في الاول بتاعة تتبيلة السمك، وهنقلب بقى كويس. هكون بقى بشرة 3 4 طماطمات برضو كده، بشراهم ولا عصراهم ولا مقطعهم، مبشورين. وهنقلب بقى الجمال الحلو ده. وبعد كده هضيف لها ملح وكمون، عشان خلطة السمك اللي احنا كنا عاملينها في الاول كان فيها فلفل اسود وكان فيها كزبرة ناشفة، فقلت مش عايزة اكتر قوي عشان ما تبقاش التوابل كتير. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله، اول ما استبكت معايا هنزل بالجمبري كده، اللهم بارك، وهقلب فيه بقى لحد ما لونه يتغير. هيبقى لونه مصفر كده، بسم الله ما شاء الله، تحفة بقى، حاجة عظمة اللهم بارك. واول ما الجمبري ياخد معايا اللون الاصفر الحلو ده، هنزل كده على الخلطة ديت بالجمبري بمية سخنة كده من الكتل، وهسيبها تاخد غلوة.
وبعد كده هقلبهم في الصينية عشان احطهم في الفرن برضو. بصوا بقى الجمال، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. حقكم عليا، انا عارفة ان الفيديو طويل المرة دي، بس معلش والله الفيديو يستاهل. هنا بقى كده في حلة على النار هنحط كده معلقة من الزبدة وعليها معلقة من الزيت، واول ما الزبدة تسخن معايا كده وتسيح هنزل بالكابوريا وبالمحار. على فكرة الحاجات دي انا نقعها في الليمون من بدري، بعد ما غسلتها كويس حطيت عليها ليمون كتير علشان خاطر ما يبقاش فيها ريحة اي زفار. وهنقلب بقى كده الجمال الحلو ده، وهنزل عليه بمعلقة من التوم المهروس، وهقلب فيها بقى لحد ما لون الكابوريا كده بتاعي يتغير، يبقى اللون الاورنج ده، بسم الله ما شاء الله. وبعد كده هنزل بالسبيط واقلبه تقليبة، واخر حاجة هنزل بيها هو الجمبري، لان الجمبري لو حطيته في الاول مع التقليب هيتهري، فعشان كده انا بحط الجمبري اخر حاجة. وبعد كده هضيف معلقة كده من الصلصة وهقلبها، وبعد كده هحط حوالي ربع معلقة كده صغيرة من بودرة الزعفران. وبعد كده هنقلب الكلام الحلو ده ونضيف له بقى مية بتغلي عشان خاطر نعمل الشوربة الجميلة بتاعتنا. على فكرة الشوربة دي بتطلع طعمها رائع، اللهم بارك. جربوها وان شاء الله هتدعولي. هتاخد بقى غلوة كده معايا، وهنزل عليها بمكعب مرق الدجاج. مرقة الدجاج دي اختياري، لو عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة براحتك. بعد كده هيكون معايا كوباية من اللبن، هنزل عليها كده بمعلقة ونص من النشا، وعليها كمان معلقتين كبار هرميتين من الكريمة اللباني البودر. وهنزل بقى على الشوربة بتاعتي وهقلبها بقى كويس، بسم الله ما شاء الله. عايزة اقول لكم انا بستخدم الكريمة اللباني البودر، بالنسبة لي احسن وارخص، وبتديني نفس النتيجة ونفس الطعم. وهيكون معايا بقى كده جزرايه برضو مبشورة، هنزل بيها على الشوربة، وكام عود بقدونس كده مقطعة الورق بتاعهم بس، هنزل برضو على الشوربة بيه. وبعدين هضيف ملح وفلفل اسود وحبة من الشطة لو حبة، وربع معلقة كده من الكزبرة الناشفة. وبالهنا والشفا تشربوا أحلى شوربة سي فود. تفضلوا معانا. يلا يا قمر ادعميني باللايك وكومنت حلو زيك وشير كتير عشان خاطر الفيديو يوصل لناس أكتر. هنا بقى أنا هعمل الرز في حلة على النار، هنحط كده حبة زيت وهننزل عليهم كده ببصلاية متقطعة مكعبات صغيرة. أول ما تحمر معانا كده، ما نستناش لما تغمق قوي، هنكون غاسلين الرز وننزل بالرز كده عليها. هنضيف بقى للرز التوابل بتاعته ونقلبها لحد ما الرز يخروش. انا بعمل رز الصيادية، بحط كمون وملح وشطة، ما بحطش اكتر من كده. وهقلب بقى كده لحد ما يغمق معايا، وانا بقلبه ليه هيغمق، هياخد من لون البصلة، هيغمق شوية كده. وبعدين هنزل عليه كده بالمية المغلية وهغطيه وهسيبه بقى كده يتشرب، واول ما يتشرب هوطي عليه وبالهنا والشفا. بصوا هو غمق ازاي من التقليب مع البصلة، اللهم بارك. واخر حاجه في اكلتنا الجميله بقى السمك المكرونه، هنبدره بالدقيق، بس انا ما بحبش احط دقيق كتير عشان ما يترميش، لما يخلص نحط تاني. هنبدره كده ونتك عليه عشان يشرب من الدقيق. بعد كده في تركايه بقى هي اللي بتخلي السمك ده يطلع معاكي كده زي بتاع المطاعم بالظبط. في طاسة بقى على النار ومش هنحط زيت كتير. بصوا الصينية اللي قدامنا دي كده فيها مية، انا بنزل فيها السمكة كده وبصفيها، وما بتعملش اي فرقعة ولا اي حاجة، زي ما انتوا شايفين كده، ولا بتطرطش ولا اي حاجة. والزيت بتاعك بيطلع زي الفل، والسمك بتاعك بيطلع اصفر كده ومقرمش وتحفة، اللهم يبارك. عايزاكم بقى تقولوا لي رأيكم في التعليقات، وتدعوا لي دعوة حلوة لو عجبتكم اكلتي النهاردة. بصوا بقى لونه حلو ازاي. ودي اكلتي النهارده، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كل حاجه بتتكلم عن نفسها. بصوا الجمبري حاجه كده ملهاش حل، الطاجن يتغمس بالجمبري باللي فيه بكل حاجه. وبصوا السمك، وده السمك السنجاري، كفايه لونه. وهنا دي عامله طحينه وعامله كمان سلطه طماطم. ودي كانت اكلتي النهارده، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله.